العميد ارتاح شوية وقال: كويس، المنطقة دي جنب العاصمة السحرية، والوحوش هناك أقصى حاجة مستوى خامس، يعني مش خطيرة قوي. وقال له كمان إنه هيخلي ليو مينج يديه شوية نصايح من خبرته. وقبل ما يسيبه العميد قال له بابتسامة: طالما مش هقدر أساعدك وإنت هناك، على الأقل لازم أديك سلاح يليق بيك. خاتم المعلم بدأ ينور بلون سماوي، ومسك إيد شو جينج مينج وهو بيخرج هديته. رجع شو أوضته، قعد على السرير والرمح الجديد والشنطة جنبه، وقال للذكاء الاصطناعي إيفا: افتحي نظام المهام الجماعية. ظهرت الشاشات الهولوغرافية، وهو افتكر نصيحة أخوه الكبير ليو مينج: قبل ما تروح البرية خد شوية مهام عشان تجمع نقط. بدأ يبص في القايمة: جمع مواد من الوحوش، أعشاب نادرة، مطاردات مجرمين. المكافآت كانت بتختلف حسب الصعوبة. مهام سي ودي بسيطة، بس مهام اس وإي بتدي مكافآت ضخمة. قال لنفسه: كل المهام اللي فيها مكافآت كبيرة مرتبطة بالقتال. واضح إن الجامعة بتعمد تحطنا في مواقف خطيرة عشان نقوى. افتكر الجملة اللي بيقولوها دايما: أفضل الطلبة مش في الحرم، دول في العالم الخارجي. بالفكر ده اختار مهمة واحدة من فئة A و3 من فئة B. وبعد ما خلص تحضيراته لبس لبس القتال الجديد وحط الشنطة على ظهره، وقال لإيفا: مفيش وقت نضيعه، لازم أتحرك فوراً. رحلته بدأت ووصل لمدينة يوانيتشي، اللي فيها قاعدة تموين كبيرة على أطراف الجبال، واللي بتخدم كل اللي طالعين للصيد في البرية. الشوارع كانت مليانة مغامرين بيحاولوا يكونوا فرق صيد للوحوش. شو جينج مينج وصل وهو مبسوط جدا بالجو الحيوي اللي حواليه. وهو ماشي وسط الشوارع كان حاسس إنه أخيرا وصل للمرحلة اللي طول عمره بيحلم بيها. دخل مبنى ضخم بيستخدم كقاعة تلجيل للمغامرين، وكان المكان مليان ناس مسلحة شكلهم محترفين. واحدة لابسة فستان أحمر أنيق وبتشتغل موظفة استقبال رحبت بيه بابتسامة، وسألته تقدر تساعده في إيه. شو جينج مينج قال لها إنه جاي يسجل كمغامر، ووراها بطاقة هويته. عارف إن عشان يدخل البرية لازم الأول يكون عنده هوية مغامر معترف بيها من الدولة. الموظفة خدت بطاقته وبصتها بانبهار، خصوصا لما شافت إنه طالب في جامعة مودو للقوة الفارقة. قالت له إن نادر جدا إن واحد من المستوى الأول يدخل البرية بسرعة كده، وقالت له إن تسجيله هيحتاج شوية وقت، واقترحت عليه يستنى في القاعة لحد ما يخلصوا الإجراءات. وأثناء ما هو مستني بدأ يتمشى في القاعة ويبص على باقي المغامرين. وفجأة حصل دوشة عند المدخل. مجموعة رجالة اتفاجئوا وفرحوا جدا لما شافوا حد داخل. كانوا بيهتفوا وبيقولوا: دي الآلهة جنجة شوكوان. كلهم مبهورين بجمالها وهالتها القوية، وقالوا إن ده متوقع من طلبة في جامعة مودو. كانت في النص واحدة أنيقة جدا، شعرها أبيض طويل ولابسة نظارة شمس، ماشية بثقة في وسط القاعة، ووراها حارسين ضخمين وكاميرا بتصورها. دي كانت جينان تشوتشوان، طالبة في السنة الثانية من جامعة مودو للقوى الفارقة. الناس حواليها بدأوا يهمسوا إنها أكيد جاية تصور فيديو جديد لقناتها. بعضهم قال إن محتواها جامد جدا وإنها مشهورة قوي. واحد قال عندها على الأقل 10 مليون متابع، والتاني صححه وقال لأ، دي عندها فوق ال 15 مليون. واحد تالت كان متحمس للدرجة إنه قال إنه ممكن يضحي ب10 سنين من عمره عشان يبقى حبيبها. شو جينج مين كان واقف بعيد بيراقب المشهد، وعرف إنها زميلته في الجامعة، وفكر في نفسه إن جمالها مش أقل من سونج تشوكو. لكن الموظفة نادته فقطعت عليه أفكاره. ادته بطاقة المغامر الجديدة وساعة ذكية فيها نظام ملاحة بالأقمار الصناعية، وقالت له إن فيها خريطة كاملة للبرية بتوضح أماكن الوحوش ومستوى الخطورة. شكرها وهو ماشي، بس واحد مريب شكله مش مطمن وقفله. الراجل بصله وقال له: أول مرة تدخل البرية صح؟ المكان خطير جدا لو مش متجهز كويس. تحب تبع لك شوية إكسير؟ ضروري. شو اتشد وقال له: كام السعر؟ الراجل فتح الجاكيت بتاعه وبين شوية زجاجات صغيرة وقال له: إكسير علاج من الدرجة الأولى ب20,000، وإكسير مضاد سموم ب15,000، ولو عايز نسح أقوى من الدرجة التانية عندي كمان بس أغلى شوية. شو رد عليه بهدوء وقال له: الأسعار مش غالية قوي. الراجل ضحك وقال له: أكيد أنا معروف إني ببيع الإكسير الأصلي بسعر حنين. بس وش شو جينج مينج اتغير فجأة، ملامحه بقت حادة وقال في نفسه في حاجة غلط. هو عارف إن سعر الإكسير من الدرجة الأولى المفروض يكون على الأقل 30 أو 40 ألف، والأسعار المنخفضة دي معماها حاجة واحدة: الراجل نصاب بيستغل المبتدئين. بدل ما يخاف شو جينج مينج سأله بهدوء: ها قول لي بقى، نصبت على كام واحد قبلي؟
الراجل اتفاجئ واتنرفز وقرب منه وقال له يعني كنت بتتسلى بيا من الأول يا ولد؟ بس شو فضل هادي جدا وقال له انت شايف ايه؟ وش الراجل اتقلب وبدأ يضحك ضحكة شريرة وقال انت أول واحد يتجرأ يكلمني كده جوه القاعدة دي. وقبل ما يحصل أي حاجة بنت قصيرة الشعر دخلت في النص وقالت بصوت عالي شياو تشون لين، انت تاني بتضحك على المغامرين الجدد؟ الراجل اتنرفز وقال وهو بيبعد حظك حلو يا واد، المرة دي عديت منها. وقبل ما يمشي قرب من شو جينج مينج وقال له بصوت واطي فيه تهديد ما تطلعش بره القاعدة كام يوم كده وإلا هتندم. وبعد ما مشي الناس اللي حوالين بدأوا يتهمسوا ويقولوا ده كده ورط نفسه، شياو تشون لين ما بيسيبش اللي يغيظه. واحد قال إن الراجل ده مستخدم من المستوى التاني المتوسط، وده يعني أقوى بكتير من شو جينج مينج اللي لسه في المستوى الأول العالي. البنت اللي أنقذته قربت منه وقالت له بهدوء خلي بالك الراجل ده حاقد ومش بينسى، الأحسن تفضل جوه القاعدة شوية. شو شكرها وسألها طب إزاي واحد نصاب زيه محدش قبض عليه؟ قالت له إنه عنده علاقات قوية ومحدش بيقدر يقرب ليه، ونصحته يشتري احتياجاته من الأماكن الرسمية. وهي ماشية شو فكر في نفسه إنها بنت طريبة، قرر ينسى الموقف ويركز في هدفه الأساسي. قال لنفسه إنه هيشتري كل المؤن اللي هيحتاجها للشهر الجاي، إكسير علاج مضاد سموم وكل الأدوات الضرورية. وبعد ما خلص راح للكاشير الرسمي، اشترى كل حاجته حطها في شنطته وخرجوا من القاعة وهو جاهز تماما للبرية. لكن أول ما خرج لقى شياو تشون لين واقف قدامه هو ورجالته حاطين نفسهم في طريقه. الراجل كان غضبان جدا وقال له بسخرية واضح إنك غبي بجد، أنا قلت لك ما تخرجش وها أنت واقف أمامي بتحاول تهني ولا إيه؟ شو بصله بهدوء وسأله عايز إيه بالظبط؟ الراجل وشه اتعوج بغضب وقال له هكسر لك رجليك الاتنين وتعيش باقي عمرك على كرسي متحرك، يمكن كده تتعلم تحترم الناس. وفي اللحظة دي البنت الطيبة شافته من بعيد وقالت بانفعال يا غبي قلت لك ما تخرجش. بس صاحبتها مسكتها وقالت سيبيه يمكن يتعلم الدرس بنفسه. شياو تشون لين جهز نفسه للهجوم وبدأت طاقة مظلمة وتخرج من دراعه وقال بفخر أنا عندي قدرة الجلد المعدني من الفئة سي، ومع بدلة القتال من الفئة دي أنت مش هتعرف تلمسني حتى. وقال لو ما دفعتليش 1,000,000 وانحنيت تعتذر هكسرك فورا. شو وشه اتبدل فجأة وخرج شرار بنفسجي خفيف من جسمه وقال بكلمة واحدة وقح. الطاقة اللي خرجت منه كانت قوية لدرجة إن شياو تشون لين اتجمد مكانه من الصدمة. وفجأة شو اختفى في ومحة برق بنفسجي وظهر وراه وضرب واحدة بس، ضربة كانت كافية تطيره في الهواء وتخليه يخترق حيطان القاعدة وهو غرقان في دمه. الناس كلها اتصدمت خصوصا البنت الطيبة وصاحبتها. القاعة اتحولت لفوضى، بس شو واقف بكل هدوء وسط الدمار. الناس بدأت تهمس وتقول ايه اللي حصل؟ محدش شاف هو ضربه ازاي؟ كنا فاكرين الولد ده ضعيف. الكل اتفق على حاجة واحدة، شياو تشون لين اتخانق مع الشخص الغلط. البنت الطيبة وصاحبتها كانوا لسه مش مصدقين اللي شافوه. واحدة منهم قالت أنا حتى ملحقتش أشوف هو اتحرك إزاي. والتانية اللي شعرها أشقر بصت على الحطام وقالت بجدية شكله كسر له رجليه والحوت كمان، حتى لو عاش عمره ما هيمشي تاني. البنت الطيبة علقت وهي لسه مذهولة وقالت الولد ده مش بس قوي، ده كمان ما بيرحمش، فعلا يستحق يكون طالب من جامعة مودو للقوة الخارقة. صاحبتها استغربت وسألتها عرفت منين إنه من هناك؟ قالت لها من بدلة القتال اللي لابسها دي بس طلاب جامعة مودو اللي بيمتلكوها. البلوندي قالت بابتسامة خفيفة طالما كده نضمه بقى لفرقتنا، احنا محتاجين مهاجم زيادة. التانية قررت على طول وقالت انت نسيتي ان فريقنا للبنات بس. الباقيين ضحكوا وقالوا لها بمزح هو انت عايزة تضميه عشان وسيم ولا عشان قوته؟ هي احمر وشها وقالت بتوتر بطل هزار. وفي الوقت اللي هم بيضحكوا فيه شو كان خلاص بيتجه ناحية بوابة دخول البرية، حط بطاقة المغامر في جهاز المسح وظهر تنبيه على الشاشة تم التحقق من الهوية، الدخول مسموح. خطأ أول خطوة داخل البوابة الضخمة اللي بتفصل القاعدة عن البرية وبدأت مغامرته حقيقية. قدامه كانت غابة ضخمة كثيفة الشجر مليانة أصوات حيوانات غريبة، وفجأة سمع زئير الضخم بيرج المكان كله. ابتسم وقال لنفسه بهدوء ده زئير وحش بيعلن إن المنطقة دي بتاعته، أكيد وحش من المستوى الرابع أو أعلى. بس ما توترش، هو عارف إن الوحوش دي مش هدفه دلوقتي. بدأ يراجع الخطة في دماغه،
البرية مقسومة لمنطقتين، مدينة مهدمة وغابة جبلية. قرر يبدأ بالمدينة لأنها مليانة وحوش أضعف مناسبة يجمع منها نقط القدرات اللي محتاجها. فتح الخريطة الهولوجرافية على ساعته الذكية ولقى مكان اسمه مقاطعة بينج آن. البيانات قالت إن فيها أغلبها وحوش من المستوى الثاني شوية من الأول ومفيش أي أعلى. المنطقة واسعة فيها تقريبا من 500 ل 600 وحش. ابتسم وقال ممتاز، دي ساحة الصيد المثالية. هتف بصوت حماسي وقال بينج آن استعد لوصولي، وجري بكل سرعته، جسمه متغطي بهالة زرقاء خفيفة وهو بيتحرك بسرعة خارقة وسط الغابة. بعد شوية وصل شوارع المدينة المهدمة، كانت مهجورة تماما، لكن فجأة من وسط الظلال وحش شبه الذئب نط عليه. شو دمع عينه قال بهدوء قط الظل، وحش من المستوى التاني. تمام، أول فريسة وصلت لي بنفسها. بس وهو بيستعد للهجوم حس بألم مفاجئ في صدره، مسك قلبه ووشه اتبدل. الدم اللي فيه دم التنين الصاعق بدأ يغلي جواه. مشاعر غضب وقتل بدأت تسيطر عليه. كل ما حاول يقاومها كانت بتزيد أكتر وأكتر. ابتسم ابتسامة مجنونة وقال كفاية كده، خليني أسيب نفسي المرة دي. وفي لحظة طاقة البرق البنفسجي انفجرت من جسمه. الهوا حواليه اتشحن والوحش اتجمد مكانه من الرعب.